السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده مخلل اللفت والليمون المعصفر، خفيف وطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تاكليه على اول يوم في سحور رمضان بإذن الله. بس اللي مشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك في القناة وتدعم زر الجرس علشان بإذن الله يوصلها كل جديد. ما تنسوش اللايكات اللي بتنشر الفيديو وتدعمنا علشان نشتغل. هنا انا جايبه كيلو من الفلفل الصغير زي ما انت شايفه كده. انا ما لقيتش اصغر من كده، بس هو بيبقى فيه اصغر من كده بيبقى حلو قوي، قطمتين وخلاص. ده الفلفل اللي كان موجود بقى وقتها، يعني جبت كيلو من الفلفل ومعاه نص كيلو من الليمون. سلقت الليمون نص سلقه بحيث ان انا ما اخليش الليمونه تتفتح والميه بتاعتها تطلع، العصير بتاعها يطلع في الميه بتاعت السلق. زي ما انت شايفه كده بقى هفتح فتحات في الفلفل واحطه في البرطمان، والليمونه هفتحها واخد العصير بتاعها زي ما انت شايفه كده، حاجه بسيطه خالص. احاول ما اضغطش عليها عشان اللحم بتاعها ما ينزلش، واضيفه في البرطمان اللي انا هحط فيه المخلل. احط كميه حلوه كده من الفلفل والليمون، وبعدين اضيف عليهم معلقه كبيره من العصفر وحبه البركه. اهو زي ما انت شايفه كده، واكمل باقي الكميه خالص لحد ما اخلص البرطمان كله. طبعا في السحور بتاع رمضان وساعات على الفطار بنبقى محتاجين طبق المخلل ده، بيبقى حلو خالص وبيفتح النفس كمان. هنعمل ان شاء الله شويه حاجات حلوين كده قبل رمضان وفي رمضان باذن الله. تابعونا وان شاء الله هيوصلكم باذن الله كل جديد، وكل سنه وانتم طيبين. بعد ما خلصت الكميه زي ما انت شايفه كده، حطيت باقي العصفر وحبه البركه، وهبدأ بقى احط الملح والمية بتاعت المخلل. دول حوالي لترين من المية، هضيف عليهم 5 معالق كبار من الملح. هو انتي عارفة ان المخلل طبعا بيبقى محتاج ملح زيادة شوية، فعشان كده بنحط 5 كبار مليانين. ده هيساعد ان هو يستوي بسرعة بإذن الله. وزي ما اتفقنا على اول سحور رمضان بإذن الله هتاكلي منه بألف هنا وشفا. هنغطي بقى المخلل بتاعنا كله بالمية ونغطيه ونقلب البرطمان قلبتين كده علشان نقلب المكونات في بعضها، وخلاص نحطه في المطبخ اسبوع بإذن الله وتاكلي منه. وما تنسيش تقولي لي رأيك في الكومنتات. بس كده ان شاء الله هنطلع منه في رمضان مع بعض، واعمليه وهتلحقي بإذن الله تستخدميه في اول رمضان. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.